عايز اعرف طريقه تنظيف المطبخ اليوفي لاك. السؤال ده طبعا اتسالناه على القناه عندنا، حبينا نجاوب عليه في السريع كده النهارده. تابع معايا الفيديو ده للنهايه عشان تعرف ازاي تنظف مطبخك وتحافظ عليه ويفضل جديد طول العمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سلامه عشري ودي قناه مطبخ العمر. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان بننزل كل جديد في عالم المطابخ. طبعا احنا النهارده في شهر 11 2023. الدنيا متلخبطه شويه في السوق، في تذبذب، في عدم استقرار في الاسعار الفتره دي. فبنصح اي حد عايز يعمل مطبخ يا ريت ان هو يسرع شويه ويعمل عندي او عند اي حد، المهم ان هو ياخد الخطوه ويعمل مطبخه علشان اللي جاي النهارده بسعر وبكره بسعر مختلف. حاجه كده بعيدا عن موضوع الحلقه بقى ازاي انضف مطبخي اليوفي لاك. طبعا زي ما احنا عارفين ان المطبخ اليوفي لاك هو من المطابخ الخشب اللي هي دواخل كونتر زي المطبخ اللي ورايا ده كده. كله بيبقى معزول اتش بي ال فورمايكا من الجنبين بره وجوه، والحروف كلها بتبقى معزوله بطبقه بي في سي، فبالتالي كله بيكون معزول ضد الميه. النقطه الثانيه، طب انضفه ازاي واتعامل معاه ازاي طالما هو خشب؟ حضرتك هتتعامل مع المطبخ بسهوله جدا وبسلاسه جدا وبدون اي تكلف. حضرتك بالجلانس وسبونشا اول باول بتنضفي مطبخك وبيرجع زي ما كان جديد تاني. بس اهم حاجه في الموضوع ده كله ان احنا ما نسيبش المطبخ لما تتراكم عليه الدهون ويبوظ اسبوع واثنين وثلاثه، وبعدين اجي اول انضفه الاقي الدهون بدات تبوظ المطبخ، تبوظ المفصلات، تبوظ الكلام ده كله. فالموضوع ده لازم يبقى اول باول، اول باول كده حضرتك تنضفي مطبخك وايدك فيه كل 3 4 ايام مره كده، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل معاكي ومطبخك هيفضل معاكي جديد طول العمر. دي النصيحه الجوهريه، ان انت تخلي ايدك على طول في المطبخ، تنضفيه باستمرار، تحافظي عليه، تهتمي بيه. يعني تعامليه معامله العربيه. حضرتك لو لقيتي عربيتك مش نظيفه اكيد مش هتسيبيها وتمشي بيها متبهدله، هتنضفيها. ده نفس الكلام المطبخ برضه. بس ده كان فيديو في السريع النهارده. لو استفدت حاجه من الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وتقول لنا تحت في التعليقات ايه اللي انت محتاج تعرفه بالظبط عن المطابخ، وانا عنيا ليكم في اي وقت. وهسيب لكم رقم تليفوني تحت لاي استفسار في اي وقت. كان معكم سلام عشري، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.